اما انا بقى في حته شارع كنز، مش هتصدقوا كميه الافلام اللي اتصورت في الشارع ده. تعالوا اوريهولكم. انتوا فاكرين حي الظاهر اتصور فيه فيلم عسل اسود بس؟ انا دلوقتي في شارع يعتبر مدينه الانتاج الاعلامي بتاعت زمان. انا في شارع المهراني، من اقدم الشوارع الموجوده في الفجاله اللي في حي الظاهر. الشارع ده اتصور فيه افلام عظيمه جدا وحبيناها قوي. تعالوا بقى اوريكم الشارع ده اتصور فيه ايه. مبدئيا بقى العمارة دي اللي اتصور فيها فيلم الحفيد، عارفين حلقاتك برجلاتك؟ هو ده اتصور في العمارة دي. واتصور فيه كمان فيلم أعز الحبايب بتاع سعاد حسني وأمينة رزق، وكمان في بيتنا رجل عمر الشريف ورشدي أباظة. أصلا العمارة لوحدها قصة وحكاية. أنا يعني بصوا جمال العمارة عامل إزاي، الشبابيك بالتفاصيل بالقرش اللي موجود بالرسم، حاجة كده أثرية. هو اصلا الشارع ده غير انه اثري فهو مليان بالتاريخ الفني. يعني الشارع ده جه فيه كمية ممثلين. تعالوا كمان هوريكم. ودي الورشة اللي اتصور فيها فيلم الراجل ده هيجنني بتاع شويكار وفؤاد المهندس ومحمد رضا لما كان الميكانيكي. وكمان مش بس الراجل ده هيجنني اللي اتصور في الورشة دي، ده كمان فيلم اخو البنات بتاع وحيد سيف. وحيد سيف لو تفتكروا هو اللي كان الميكانيكي، اتصور في الورشة دي. حضرت مثلا حسن مير غلبان، سامي غانم، احمد عدويه وسيد صالح. ده فنانين عظماء جدا جدا جدا. وفي منتهى التواضع على فكره. احنا في مكاننا اتصور فيه الراجل ده هيجنني وبتاع محمد رضا وفؤاد المهندس وشويكار. واخو البنات. اخو البنات كان هو وحيد سيف، كان طالع صاحب الوحش. يوسف بيوهب دي في شارع باسمه ورا البنزينه. سلام. فانت عارفه مفاجآت بقى. مفاجآت. لا انت فعلا ده حقيقه. الشارع او حي الظاهر كام شارع في نقطه تاريخيه كويسه جدا. والعماره دي اتصور فيها فيلم الشياطين الثلاثه بتاع محمد عوض واحمد رمزي، واتصور على السطوح. هفكركم بالفيلم، فاكرين بتاع ورقه اليانصيب اللي اتغسلت جوه البنطلون وضاعت؟ هو الفيلم ده اتصور في العماره دي. وده الاسطبل اللي اتصور فيه فيلم مولد يا دنيا. فاكرين لما غنوا للحصان تبسم للنبي تبسم؟ ده الاستوديو اللي اتصور فيه واللي كان معمول اسطبل، اللي كان فيه عبد المنعم مدبولي. انا بصراحه كان نفسي ادخل واصوره لكم من جوه، بس للاسف هو مقفول دلوقتي، لسه مفيش حد جه عشان يفتح الاستوديو. بس انا بجد مبسوطه ان انا في المكان ده وجبت لكم كل الافلام دي. وعلى فكره انتوا طلبتوا مني الافلام دي في الكومنتس، طلبتوها مني وانا دورت عليها لحد ما لقيت الشارع كله مليان فن ومليان تاريخ فني. اما ليه الشارع ده اتصور فيه مشاهد كتير من الافلام، وليه بقول لكم عليه مدينه الانتاج الاعلامي بتاعت زمان؟ بص يا سيدي، هنا كان في استوديو اسمه استوديو نصيبيان اللي هو اللي ورايا ده، وده كان تاني اقدم استوديو في مصر بعد استوديو مصر. يعني ده اتأسس سنة 1937 واستوديو مصر اتأسس سنة 1935. بتاع مين؟ بتاع واحد اسمه هوانت نصيبيان، لكن دلوقتي تغير اسمه وبقى اسمه جوزويت، وبقى دلوقتي جمعية النهضة العلمية والثقافية جوزويت القاهرة. الاستوديو ده أنتج أكتر من 150 فيلم، وكمان اتصور فيه مشاهد كتير من الأفلام. القصر اللي ورايا ده قصر السكاكيني، موجود في حي الظاهر، صاحبه حبيب باشا السكاكيني، واتبنى سنة 1897، يعني أكتر من 120 سنة. إيه حكاية قصر السكاكيني ده ومين حبيب باشا السكاكيني؟ بص يا سيدي، مبدئيا حبيب باشا السكاكيني ده كان شاب سوري، واتسمى حبيب السكاكيني علشان كان بيشتغل في السكاكين والأسلحة البيضاء، وجه مصر علشان يشتغل في حفر قناة السويس بمرتب صغير. وهم بيحفروا حفر قناة السويس طلع عليهم كمية فيران رهيبة، ومات عمال كتير بسبب مرض الطاعون، وما كانش فيه أي حاجة إن هي تقدر تموت الفيران دي، فديليسيبس كان هيوقف حفر القناة. الشاب السوري اللي هو حبيب السكاكيني عمل إيه؟ راح لديليسيبس وعرض عليه فكرة عبقرية ان هو هيجيب مجموعه قطط ويقضي على الفيران دي كلها. فعلا جمع حبيب السكاكيني مجموعه كبيره من القطط وجوعهم وحملهم على جمال، وراح على المنطقه اللي فيها فيران في قناه السويس وساب القطط وكلت الفيران كلها، وبكده قضى على كل الفيران الموجوده. الفكره عجبت ديليسيبس جدا، ومش ديليسيبس بس، ده عجبت كمان الخديوي اسماعيل. ولما عرف ان الشاب السوري صاحب الفكره العبقريه دي استضافه علشان يتعرف عليه، وبعد ما اتعرف عليه قال له طب انا عندي مشكله في الاوبرا، هتعرف تحلها لي؟
وعرض عليه المشكلة، قال له ان الاوبرا لازم تخلص في ميعادها والا هيحصل مشكلة كبيرة والدنيا هتتقلب لو الاوبرا بنائها ما خلصش في ميعاده. فعمل ايه بقى حبيب باشا السكاكيني؟ فكر فكرة عبقرية تانية، وهو يعمل نظام التشغيل على 3 فترات، يعني اللي هو نظام الشفتات، كل 8 ساعات عمال يشتغلوا، وبكده هيكون الشغل شغال 24 ساعة. وفعلا الأوبرا خلصت في ميعادها، وفرح جدا الخديوي إسماعيل، وبقى حبيب باشا السكاكيني من المقربين جدا للخديوي. اداله الخديوي إسماعيل فلوس كتير قوي من وراء إشرافه على بناء الأوبرا، وكافئه بالأرض دي. على فكرة المكان ده اللي مبني عليه القصر والمنطقة دي كلها كانت بركة اسمها التركماني، فرداه مع حبيب باشا السكاكيني علشان يبني عليها القصر ده، وجاب رسامين ومهندسين من بره علشان يبنوا القصر. وعاش فيه السكاكيني لحد ما مات سنة 1923، وراح القصر للورثة، وواحد من الورثة اتبرع بيه علشان يتعمل متحف طبي، لكن للأسف الموضوع ما كملش وفضل الوضع على ما هو عليه. هو دلوقتي في مرحلة الترميم، أنا كان نفسي أوريه لكم أقرب من كده، لكن هو في مرحلة الترميم، وأوعدكم أول ما يفتح إن شاء الله هاجي أوريه لكم من جوه. لكن دلوقتي خلينا اوصف لكم القصر عامل ازاي، وانتوا بقى تخيلوا لحد ما يتفتح. مبدئيا كده القصر اتبنى على مساحه 2698 متر. بصوا هو ميدان، يعني هو المفروض ميدان، حتى الميدان ده كله والشارع ده كله متسمي باسم السكاكيني، شارع السكاكيني او ميدان السكاكيني، ومتفرع منه 8 شوارع. انتوا متخيلين المساحه عامله ازاي؟ بيتكون من 3 ادوار، دور ارضي ودورين، وفي كمان من جوه اسانسير علشان ما كانوش يتعبوا يطلعوا دورين، لا طبعا مش معقول، في اسانسير. ده كمان كان في اسانسير صغير للاكل علشان الطباخين يطلعوا عليه الاكل، يعني كانوا بيحطوا الاكل ويطلعوه عليه، حاجه كده اخر روقان واستجمام يا جدعان، في ايه ده؟ غير ان القصر فيه 400 شباك وباب، وكمان هتلاقوا جوه 300 تمثال، من ضمنهم تمثال نصف الحبيب باشا السكاكيني. اما لو اتكلمنا عن حي الظاهر، واسمه الظاهر مش الظاهر، لكن المصريين حرفوه خلوه الظاهر اسهل، بس هو اسمه حي الظاهر. حي الظاهر زمان كان مشهور بسكن اليهود، لان كان في نسبة كبيرة جدا من اليهود عايشة هنا، وكمان المسيحيين والمسلمين. فهنا هتلاقي المعبد والكنيسة والجامع، زي معبد نسيم أشكناز ومعبد حنان اللي لسه موجودين لحد دلوقتي، وفي كمان معابد تانية لسه موجودة. حتى كان في مدرسة يهودية هنا وتحولت للمدرسة الثانوية الفنية. وحي الظاهر برضو هتلاقوا فيه كنايس كتيرة جدا ومدارس راهبات كتيرة، زي مدرسة الدلاسال والدريفراند والقديس يوسف والقديس ميخائيل، مدارس كتير. في طبعا مدارس للمسلمين، غير الجوامع طبعا اللي موجودة في حي الظاهر. يعني هتلاقوا هنا وحدة وطنية، ولو جيتوا في رمضان هتلاقي المسلم والمسيحي بيعلقوا زينة رمضان مع بعض، وأجواء رمضانية حلوة جدا اللي تحسسك برمضان، الإحساس اللي احنا مفتقدينه بقالنا سنين طويلة. أما ليه تسمى حي الظاهر بالاسم ده؟ بص يا سيدي، إثباتا للظاهر بيبرز البندقداري، وده كان رابع سلاطين مصر والمؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية. واللي ورايا ده مسجد الظاهر بيبرز، علامة من علامات حي الظاهر، واللي بناه الظاهر بيبرز. تخيلوا بقى إن المسجد ده كان مسبح للإنجليز. إيه رأيكم نخش جوه الجامع ناخد جولة وتعرفوا الحكاية؟ يلا بينا. المسجد ده من أقدم مساجد العصر المملوكي، وزي ما قلت لكم اللي بناه الظاهر بيبرز سنة 676 هجريا، ويعتبر ثالث أكبر المساجد الموجودة في مصر، واتبنى على مساحة 12500 متر. حكايته إيه بقى؟ سنة 1260 وقت حكم الظاهر بيبرز ما كانش فيه غير مسجدين بس بيتعمل فيهم صلاة الجمعة، وهما مسجد عمرو بن العاص وجامع الحاكم بأمر الله. وكان أداء صلاة الجمعة مش مسموح بيها في أي جامع تاني حتى مسجد الأزهر، لحد ما تولى الظاهر بيبرز الحكم. وفي سنة 1266 فتح مسجد الأزهر لأداء صلاة الجمعة، وبعدها بسنة بنى المسجد بتاعه اللي هو الظاهر بيبرز علشان برضو تقام فيه صلاة الجمعة والشعائر الدينية. بصوا هنا مكتوب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الطاهر ركن الدنيا والدين سلطان الإسلام المسلمين أبو الفتح بيبرز الصالحي قسيم أمير المؤمنين. وفضلت الشعائر الدينية مقامة في الجامع لحد الحملة الفرنسية ما دخلت مصر، وأخدوا الجامع ده وحولوه لقلعة عسكرية أخدوها الفرنسيين علشان تكون حصن ليهم، وحطوا المدافع أعلى الجدران اللي انتوا شايفينها دي، ومأذنة المسجد عملوها برج ليهم لحد ما اتهدمت.
وبعد الحملة الفرنسية جه بقى الاحتلال الإنجليزي مصر، واحتلوا المسجد برضو وحولوه بقى لمذبح عجول ومواشي وخرفان، وفضلوا يستخدموه بالشكل ده سنين طويلة قوي، واتسمى بمذبح الإنجليز. بس أهالي الحي بالعند فيهم فضلوا يقيموا الصلوات حوالين الجامع لحد ما الاحتلال الإنجليزي خرج من مصر ورجع تاني المسجد، وابتدوا يرمموا فيه علشان يرجع تاني للصلاة والعبادة. وفي سنة 2022 وزارة السياحة والآثار رممت المسجد وبقى بالشكل الجميل اللي احنا شفناه ده. وبس كده، دي كانت حكاية حي الظاهر. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى زي كل مرة تعملوا لي لايك وفولو وشير عشان غيركم يستفاد، وتستنوني في الفيديو الجاي. أنا ياسمين الجلاد، باي باي.